السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني واهلا بمتابعيني الكرام. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اعادة تدوير البطرمانات وتحويلها لطقم توابل تركي. الفكرة دي طبعا مالية اليوتيوب والفيسبوك، بس كل واحدة بتعملها بالفينش حسب ذوقها وحسب الامكانيات المتوفرة عندها. النهارده انا هستخدم اللاكيه، والفينش زي ما انتم شايفين بسيط جدا ما فيهوش اي شغل. وهعمل فيديو تاني هستخدم فيه السبراي. انا شايفه ان فرق السعر بينهم مش كبير، بس كل واحد بيدي نتيجه مختلفه عن التانية. تعالوا نشوف المكونات اللي انا محتاجاها عشان استخدم طقم التوابل باللاكيه. اول حاجه محتاجاها علبه بس تكون بغطا علشان اللاكيه ما ينشفش واي لون يتبقى اقدر استخدمه تاني. طبعا البطرمانات ازاز او بلاستيك اللي عندك باي حجم تقدري تستخدميه. جايبه ربع كيلو لاكيه ابيض ده ب 12 جنيه. لون احمر دي ب5 جنيه لان انا هعمل البينك، لكن لو انت عايز تعملي الفيروزي بتجيبي اللون الاخضر. والفرشه عندك تمام، مش عندك بتشتريها ب5 جنيه. عشان تحافظي على الفرشه اطول وقت ممكن لازم تغسليها في نفط اللي هو الجاز، بتجيبيه برضو من عند الموان. هبدأ دلوقتي ادرج اللون بتاعي. هاخد كميه لاكيه مش كبيره عشان زي ما قلت لكم اللاكيه بينشف. احطها في العلبه. وهبدأ احط عليها اللون الاحمر، بس مش بنحط من الازازة. لما نيجي نلون حاجة بحاجة رفيعة كده ناخد لون وندرجه، لان اللون النقطة فيه بتفرق، هتديكي درجة تانية خالص غير الدرجة اللي انت عايزاها. ببدأ احط لون باي حاجة رفيعة كده لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. طبعا كل واحد حسب ذوقه في الدرجة اللي بيحبها. تقلبيه كويس جدا لان اللون بيبقى تقيل. بصوا النقطة بتفرق ازاي. وكده بعد ما وصلت للدرجة اللي انا عايزاها هجيب بقى البطرمان وهديه وش خفيف مش سميك، لاني لو عملت وش سميك مرة واحدة هيقشر ده لاكيه وهيقشر. فهديله وش خفيف كده في الاول وهسيبه لما ينشف خالص، وبعد كده اغطيه بالوش التاني. كده هيكون امتن معايا من ان انا احط طبقة لاكيه سميكة وتقشر مني. بصوا كده انا خلاص غطيته اهو. هتلاقوا ان فيه عيوب في الدهان، ده هيتغطى كله في الوش التاني. نيجي بقى للغطا. نمسك الغطا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان تعرفوا تتحكموا فيه وتدهنوا كل الأجزاء بتاعته. الغطا ممكن وش واحد مش هيحتاج التاني، لكن البطرمان لازم يتغطى بطبقة تانية من اللاكيه. معلومة بس حابة أقولها لكم، البطرمان بيتغسل، ولأن أنا طبعا أنا دلوقتي خلصته واستعملته، فهو البطرمان بيتغسل بس ما يتغسلش بسلك، يتغسل بفوطه ناعمه. مش يعني حتى لو مش عايزه تغسليه وجواه توابل بتبلي اي حاجه ناعمه كده وتقومي مسحاه بيرجع زي الفل معاكي. كده خلاص اهو اتغطى كله بالطريقه دي. هدهن كل البطرمانات وبعد كده تشوفوا النتيجه. بصوا خلاص البطرمانات كلها اتدهنت ونشفت، خدت يوم ونص تقريبا في الهواء لحد ما نشفت بالطريقه دي. كده ابدا اغطيها بالطبقه التانية. لما تكون ناشفه تعرفي تغطيها كويس قوي بالطبقه التانية، لكن لو طريه زي ما قلت لكم هتلطش معاكي وهتبوظ. اهو بصوا كل العيوب بتتدارى بسهوله ازاي، لان الطبقه الاولى نشفت. دلوقتي بعد ما دهنت كل البطرمانات وغطيتها هسيبها برضو لحد ما تنشف، وبعد كده هرجع معاكم ونشوف هنزينها ازاي.
البطرمانات اهي بعد ما نشفت خدت يوم ونص تاني في الهواء لحد ما نشفت وبقت تمام. انا هزينها هنقطها نقط صغيره. عندك طريقتين تقدري تستخدميهم للتنقيط، يا اما تستخدمي بتاعه الودان، بس في الحاله دي تستخدميها بحرص لانها بتشيل لاكيه كتير فممكن تسيل معاكي. عشان تستخدميها تصفيها من اللاكيه كويس قوي قبل ما تنقطي. انا هستخدم الفل بتاع الهدايا، هحطه في ابره وهبدا انقط بيه. فل الهدايا لو موجود عندك طبعا بيكون افضل لانه ما بيشيلش لاكيه كتير. يبقى كده عندك اختيارين تقدري تنقطي بيهم. مش حابه تعملي نقط ممكن تحطي ستيكر تلزقيه بغيره وبعد كده تدي البطرمان طبقه ورنيش. يعني كده عندك اكتر من اختيار للتزيين، بس انا بقول الطريقه البسيطه والسهله والمتاحه للجميع. ابدا انقطه بالطريقه دي. مش عارفه النقط مش باينه قوي بس هتبان دلوقتي اهي. بصوا ظهرت اهي. هنقط البطرمان كله وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا ادي البطرمان بعد ما اتنقط ونشف كمان، والغطا كمان كده كل البطرمانات اتنقطت ونشفت. الفينش الاخير بقى انا هستخدم فيه الصوف لان هو ده اللي عندي. النبيتي هكسر بيه اللون البينك شويه. في ناس بتستخدم ستان، في ناس بتستخدم استراس، اللي عندك استخدميه وانتي وذوقك. دي في الاخر حاجه في مطبخك وحسب ما هتحبي شكلها هيكون. انا ما عنديش ستان وما عنديش استراس فاستخدمت ان انا اكسر اللون بخط نبيتي كده بالصوف. بجد انا ما كنتش متوقعه انه هيدي الشكل الحلو ده. الف بس كام لفه بحيث ان انا اعمل زي كنار وبعد كده اربطه واقوم قصه اي زياده. هعمل كل البطرمانات بالطريقه دي. بجد اللون النبيتي فرق جامد في شكل البطرمان. الفكرة من إعادة التدوير إن أنت تستخدمي الحاجة المتاحة عندك. مش هتكلفي نفسك تكلفة بتكلفة تشتري الحاجة جاهزة، لكن احنا بنقول إعادة تدوير. فالمتاح عندك في البيت استخدميه. أهو بصوا والله اداله خلى البينك نور كده. البطرمانات كلها اهي اتعملت. وكده بعد ما خلصت البطرمانات كلها وده الشكل النهائي بتاعها. انا استخدمت طبعا البطرمانات البلاستيك والازاز باي حجم عندك. الفكره بتاعته سهله جدا وبسيطه وناس كتير قوي بترمي البطرمانات. وزي ما قلت لكم انا هعمله بالسبراي وهقول لكم ايه ميزه ده وايه ميزه ده. الفرق بينهم على فكره مش كتير. انا شايله بطرمانات تاني هعملها بالسبراي عشان تبقى الطريقتين موجوده عندي على القناه، والافضل ليكي والمتاح ليكي تقدري تستخدميه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. مستنيه رايكم فيه في كومنتات تحت الفيديو. وما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو. وعشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ندى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على علامه الجرس. واشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتير.